السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الوراك المشوية في الفرن. دلوقتي بقى المقادير زي ما انتوا عايزين، بس دول 2 كيلو وراك عشان بسم الله ما شاء الله. بصوا الورك كبير يعني. وعايزين كمان بصلاية نبشرها تكون كبيرة او 2 صغيرين. وكمان عايزين طماطم، عايزة 2 بس اكون شايلة القشرة من بره وابشر بس اللحمه بتاعه الطماطم اللي من جوه بس. وعايزه توابل بقى، عايزه ورق روله، وعايزه ملح وفلفل، واكون بشره جوز الطيب، وعايزه نص ليمونه ومعلقه كبيره خل. بس دي المكونات اللي انا عايزاها. بس كده البصله الكبيره المبشوره، وكده طماطميتين برضو مبشورين بس مش عايزه القشره بتاعتها اللي بره. وهو كده لو عايز يحط حبهان برضو عادي، بيخلي حبهان مطحون بيخلي بجد ريحتها برضو تحفة. عايزة ورق رولة ونص ليمونة، وعايزة ملح وفلفل معلقة كبيرة كل ده، وعايزة بشرة جوز الطيب حوالي يعني نص معلقة صغيرة كده. هجيب البولة كده ديت نحط فيها البصل المبشور بميته عادي كده. هنزل عليها بنص عصرة الليمون بالشكل ده، معلقة الخل، هنزل عليها بالتوابل كده، كل التوابل كده بالشكل ده. كده هقلبهم كلهم في بعض كده. انا قلبتهم كلهم في بعض كده بجد ريحتهم تحفة. وهننزل عليهم بالطماطم مبشورة كده، هنقلبهم برضو مرة تانية كلهم في بعض يبقى شكلهم كده بالشكل ده. كده هنجيب الوراك دلوقتي وهنحطهم في الخليط اللي احنا عملناه ده. احنا هنخلي الخليط يدخل كده زي ما انتم شايفين كده، كله جوه الوراك كده. كده خلصنا اهو. بس انا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، يعني دول 2 كيلو بس جم 4 وراك بس، لان الورك كبير. انتوا زي ما انتوا حابين الكميه اللي انتوا عايزينها، ضعفوا بقى البصل او المكونات اللي انا قلتها لكم دلوقتي. بصوا يا ريت تسيبوها يوم في التلاجة، يعني نغطيها بستريتش ونسيبها يوم في التلاجة. اللي حابب يعملها يخليها ساعة حتى بس في التلاجة، ويطلع يحطها في الفرن بقى. تعالوا بقى نشوف مع بعض. كده كده هنحطها في التلاجة، وبعد كده نيجي نحطها في صينية، وبعد كده نحطها في الفرن. كده انا جبت الصينية كده وغلفتها كده بورق الفويل، لان لو عندك ضيوف او لو عايزة الفراخ تستوي بسرعة بيخليها تستوي بسرعة يعني. بس يا ريت ما تكونش الصينية عالية قوي، يعني تكون كده مش عالية قوي. دلوقتي بقى هنحط الفراخ فيها اوريكم ازاي. كده شكلها بعد ما حطيت الخلط عليها. وما نحطش ميه، لان الميه اللي نازله من البصل والطماطم هي دي قادره يعني كافيه اللي هي تسويها يعني. دلوقتي هنحط الوراك في الفرن على الشبكه اللي في الوسط ساعه. هنحطها ربع ساعه الاول على نار قويه، وبعد كده نخليها بقى نوطي شويه عليها النار لمده ساعه الا ربع عشان تستوي كويس يعني. لو عندكم البوتاجاز الوش ما بيحمرش طبعا، يبقوا شغلوا عليها بقى الشوايه شويه بعد ما تستوي من فوق. دلوقتي بقى هندخلها على 200 درجه ربع ساعه زي ما قلت لكم، وبعد كده نوطي عليها النار. كده حبايبي الفراخ اهو طلعتها من الفرن استوت اهو. بصوا شكلها عامل ازاي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وكده الوراك بعد ما حطيناها في طبق التقديم، وبالهنا والشفا. بصوا كده ممكن حد يقول لي مش مستويه من جوه. بصوا عايزه اوريها لكم برضو. بصوا ولا فيها دم ولا اي حاجه، شايفين اهي كلها اهي.